منظمة SCP هي واحد من أكبر المشاريع قصص الرعب على الإنترنت، وفيها أكثر من 8000 قصة. الفكرة كاملة دايرة على واحد المنظمة سرية، الخدمة ديالها الوحيدة هي أنها تحمي العالم وتخبي هاد الوحوش والمخلوقات الغريبة اللي كتشكل الخطر على البشرية. وباش هاد القصص يبانوا حقيقيين، قال الأعضاء كيزيدوا معاهم صور مرعبة كتبين عليها أنها مخلوقات معنية. ولكن الحاجة اللي ديما كنت كنطرح فيها السؤال هي هاد الصور منين جاو الأصل ديالهم، حيث باينه باللي بزاف منهم ما تصاوبوش على قبل SCP. ففي هذا الفيديو غادي نعرفوا القصه الحقيقيه على المنظمه SCP والحقيقه الصور المرعبه اللي تنشروا في الانترنت. فقبل ما نبداو ما تنساش معك داك اللايك اشتراك ويلا نبداو. SCP-173 هذا المخلوق هو أشهر وأكثر SCP معروف في العالم كامل، وخا هكاك بزاف الناس ما عارفينش باللي هذه هي أول قصة تكتبات في تاريخ SCP، وهي اللي بدات هذا العالم كامل من البداية. أصلا القصة بدات في عام 2007 فاش ناض واحد الشخص مجهول في موقع فورشين وحط منشور في قسم خاص بالظواهر الخارقة للطبيعة، وهذا المنشور كان مكتوب على شكل تقرير علمي وسري موثق. هذا التقرير وصف واحد الشيء مسميونه SCP-173، كان عبارة عن تمثال كيشبه البشر، والمشكل ديالو هو انه ما يمكنش ليه يتحرك نهائيا، ولكن غير كترمش عينيك او كتدور وجهك عليه في جزء من الثانية كيهجم عليك بسرعة وكينهي لك حياتك. الفكرة ديك الوقيته الصراحة ما كانتش شي حاجة خارقة للعادة او جديدة بزاف، حيت الله قبل بأسبوع من هذا المنشور تعرضت الحلقة في المسلسل الشهير اللي سميتو دكتور هو، والوحوش كانوا مسمينها ملائكة الباكية واللي عندها نفس البلان ونفس القواعد بالضبط. ولكن الحاجة اللي خلات SCP-173 يكون متميز ومختلف على أي حاجة أخرى هي الطريقة والأسلوب باش تصاوب هذا التقرير. وخا ما كانتش حتى قصة أخرى موجودة ديك الساعة إلا داك الكتاب، في داك النص كانت كتوحي وتبين المشاهد بلي كاين واحد النظام إداري ضخم وسري، والخدمة ديالو هي أنه يدرس ويخبي هاد الكوارث والمخلوقات الغريبة على الناس حفاظا على السلامة ديالهم. وبعد سنوات طويلة SCP-173 رجع هو الرمز الرسمي ديال هذه المنظمة، والعشاق لهذا العالم المرعب بقاو كيديروا له نقل الألعاب وكيرسموه، ترجع هو الأيقونة البصرية ديال هذا الموقع. ولكن كانت كاينة واحد المشكلة كبيرة في عمق ديال هذا البلان. الصور اللي تخدمات SCP-173 متصاوباتش أصلا قبل ديك القصة. ديك الصورة في الحقيقة هو تمثال حقيقي كاين في واحد الموقع سميتو Untitled 2004 اللي صابوا واحد الشخص ياباني سميتو إيزومي كاتو، وتصورت ديك اللقطة من طرف واحد المصور في واحد المعرض فني. والكاتب الأصلي ديال هاد القصة اللي معروف باسم ويسلي ويليامز لقى هاد الصورة غير بالصدفة في الانترنت وعجباتو وهزها وحطها مع القصة ديالو بلا ما ياخد الإذن ديال هاد الشخص. في الأول ما كانش شي مشكل كبير، حيت القصص والمواقع في ديك الوقيته كانت كتخدم في واحد المنصة قانونية واللي كتسمح لأي شخص ياخد أي صورة ويحطها هنا عادي. ولكن مع الوقت الموقع SCP دار واحد الرخصة على قبل المشاريع الإبداعية واللي كتسمح لأي واحد يعاود ينشر ويعد المحتوى بشرط أنه يذكر هذا الشيء. وهذه الرخصة هي اللي خلت الألعاب SCP والأنيميشن تبان بلا مشاكل قانونية. والمشكل أن الصورة تمثال كاتو عمرها ما ترخصت بهذا الشكل. في البداية 2010 ناضوا واحد الأعضاء وتواصلوا مع هذا الشخص الياباني باش ياخدوا الإذن ديالو، والجواب ديالو ما كانش حماسي نهائيا، حيت قال لهم باللي ما صاوبش العمل الفني ديالو باش يمثل تمثال قاتل وسفاح، وما مرتاحش حيت العمل ديالو مرتبط بالعنف والرعب. ولكن الحاجه الغريبه هو انه ما طلبش منهم انهم يحيدوها، بل سمح لهم يخليوها في الموقع بشرط واحد، تبقى الاستعمالات ديالها غير تجاريه وصافي، ويديروا سميتو كصاحب عمل فني ديالو. مع الوقت هاد الاعضاء حاولوا يحترموا هاد الشروط، ولكن فاش بانوا العاب مشهورين ووصلوا الملايين ديال الناس وبداو كيدخلوا الفلوس من الاعلانات ومبيعات الالعاب على منصه ستيم، هاد الثغره ما بقاتش صغيرة. وبسبب هذا الضغط القانوني والمخاوف في عام 2022 وبعد سنوات من نقاش بين الإداريين والمستشارين اتخذ قرار صعب وتم حذف الصورة من الموقع SCP بصفة نهائية. والغريب في هذا الشيء هو أن الكاتب الأصلي براسو طلب من الإدارة ما يعوضوا حتى شي صورة بصورة أخرى، حيت بغى يخلي الناس يتخيلوا الشكل التمثال مرعب الطريقة اللي بغاو في المخيلة ديالهم. ويمكن هذا الشيء راجع لكون بزاف الناس في المنشورة فورشين كان كيجيهم هذا الشكل العجيب ديال التمثال ممل او غير جذاب.
SCP-096. هذا المخلوق عبارة عن بنادم طويل بزاف وضعيف وديما مخبي وجهه بيديه، ولكن المشكل الا مشيتي حتى شفتي له في وجهه وخا غير جزء من الثانية وخا يكون داك الشخص في الطرف الاخر ديال العالم، ال SCP-096 كيدخل في البلاصة في واحد الحالة ديال الهستيريا والجنون، كيبدا يغوت بواحد الصوت عالي ومجهد بزاف فيه الألم والأنين، وطرق بأقصى سرعة عنده باش يصيد هاد الشخص اللي شافه. والصدمة هي أن هاد المخلوق عنده واحد الحاسة كتعلمو في البلاصة ديال الضحية بدقة، وما كاين حتى شي عائق في هاد الأرض يقدر يحبسه، لدرجة أنه كيقطع البحار وكيخترق الجبال وكيدوز وسط الحيوط والمعدن والحديد، لدرجة أن الجيش جربوا أنهم يضربوا بالقذائف والمضادات للدبابات وخا هكاك موقفوش. كيبقى تابع الضحية حتى كيوصل ليها وكيمحيها من الوجود بلا ما يخلي ليها أي أثر. ومن بين القصص المرعبة والمشهورة اللي تقيدات في السجلات ديالو على هاد البلان هي اللقطة ديال واحد المتسلق الجبال محترف، وهاد الشخص مشى يصور في الجبال الثلج ورجع لدارو عاش حياته عادية لشهور وربما سنوات، حتى لواحد النهار جلس كيشوف ديك الصورة القديمة اللي صورها في الجبل وهو كيلاحظ واحد النقطة صغيرة بزاف وسط الثلج، والصدمة ان ديك النقطة كانت هي الوجه ديال SCP-096 اللي تصور معاه بلا ما يعيق به. ديك الساعة وبمجرد ما ركز عينيه في ديك النقطة تكتبات النهاية ديالو. المخلوق قطع مسافات خيالية باش يوصل ليه ويصفيها ليه، والصورة الأصلية اللي كانت محطوطة في الموقع ديال هاد الكيان تبدلات هي مع الوقت بسبب المشاكل الحقوق الطبع والنشر، والصورة القديمة وخا كانت مضبة وما فيهاش تفاصيل واضحة كانت كتجيب القشعريرة. ومن خلال الارشيف تأكد باللي هذيك الصورة حطها الكاتب أصلي ديال القصة اللي سميتو دكتور دان في 2010، ولكن ما ذكر حتى شي معلومة على منين جابها ولا شكون صورها. الغموض بقى داير بهاد اللقطة لسنوات، تناضوا الدراري ديال الموقع ريديت وداروا واحد الانجاز شبه مستحيل، بقاو كيقلبوا ويطابقوا في المعالم والجرافيكس حتى قدروا يلقاو البلاصة الحقيقية فين تصورات ديك اللقطة الأصلية بالضبط. التصويرات خدت في واحد السلسلة جبلية مشهورة في الهند في واحد المنطقة كيسميوها نقطة الصفر، وخا ما يمكنش ليك كأنك تطابي الموقع على جوجل ايرث بسبب التغيير ديال الثلوج، الا ان الصورة اللي جابوها الدراري من ديك البلاصة في الهند كيبينوا باللي تصورات على بعد اقدام قليلة من البلاصة فين تخلقات الأسطورة ديال هذا الكيان الغريب والمرعب. SCP-106 هذا من اكثر ال SCP اللي كيخافوا منه الناس بزاف، وكيبان بحال شي راجل كبير في السن كيمشي ببطء والذات ديالو كحله وكيبان بحال كيتحلل، وخا فاش كتشوف هذا الكيان كيتمشى ببطء الا انه في الحقيقه هذا الكائن خطير بزاف وما يمكنش لك انك تتوقع التحركات ديالو، حيت عنده قدره خارقه كتعطيه الحق يخترق الماده الصلبه ويدوز وسط الحيوط ويغبر في واحد البعد اخر سري وخاص به بوحدو، ومكتوب في السجلات باسم البعد الجيبي، واللي هي الحاجه اللي كتخلي ال SCP-106 يكون مرعب بمعنى الكلمه، هي الاسلوب والسيستم ديالو في الصيد. هذا الكيان ما كيزربش على الضحيه نهائيا، بل بالعكس كيبقى تابع الضحيه ديالو بصبر الايام طويله بحال شي ضل كيلاحقو، وفاش كتجيه الفرصه كيجر الضحيه لداخل داك البعد المظلم ديالو وتما كيبدا يعذبها بطرق مستحيله وكتخالف كاع القوانين ديال الفيزياء والطبيعه. الباحثون لقاو باللي الضحايا اللي قدروا يهربوا من هذا الوحش كيرجعوا مدمرين نفسيا وجسديا، وفي الاغلب الاحيان الذات ديالهم كتشوه بمره. بل والاخطر من هذا الشيء هو ان اي حاجه كيقيسها هذا العجوز بيديه سواء كانت حديد او اللحم كيوقع لها التحلل وكتاكل فوريا وكيرجع لونها كحل وخامج. وباش المنظمه تقدر تحبس هذا المخلوق اللي كيقدر يدوز وسط الحيوط بحال الريح هو انه خاصهم يتوقعوا السلوك ديالو ويقراو الدماغ ديالو، وبما انه كائن عزيز عليه يعذب البشر الغرفه ديال الحجز ديالو مصابه بواحد السيستم ذكي ديال الطعم، كيحطوا ليه ضحايا حقيقيين او اصوات ديال الاشخاص كيتعذبوا باش يجروه لمنطقه معينه ويقدروا يحبسوا الحركه ديالو بالمغناطيس والحقول الضوئيه. اما الا هضرنا على الاصل ديال هاد الصوره ديالو انا كاين شويه ديال الغموض كبير. هاد الصوره اللي كتشوفوها دابا ماشي اول صوره اللي تحطات في الموقع، بل هاد الملف الحالي ترفع في عام 2019 وتكلف به
واحد الشخص سميتو مستر كلاي، واللي عاود صاوبها انطلاقا من الصورة الأصلية القديمة والشهيرة اللي فيها هذاك الوجه المشوه وكيخرج من الحيط واللي بانت بشكل أيقونية في وسط كوميونيتي. والصدمة الكبيرة هي أن حتى الكاتب الأصلي ديال هاد الاي سي بي اللي هو دكتور جيرس، وهو بيدو اللي صاوب اي سي بي 682 ومخلوقات أخرى مشهورة، صرح باللي حتى هو ما عارفش منين جات ديك الصورة الأصلية، وقال لهم باللي غير لقاها في واحد البورد قديم ديال الانترنت بحال فورشين وتما هزها، وبقاو نظريات غاديين جايين، شي كيقول هذه صورة ديال شي جندي روسي ميت، وكل واحد كيعطي النظرية ديالو، ولكن الحقيقة مخبية في وسط التفاصيل ديال هاد الصورة براسها. إلا ركزتي مزيان في النسخة الأصلية غتلقى واحد الخط حاد وطاير في النص، وباقي باينين ضربات ديال الشتاء بحال إلا مرسومة فوق شي لوحة أو حيط. وفاش شدوا شي أشخاص ديك الصورة ودوروها على البرامج الكشف البيانات المخيفة، تصدموا فاش لقاو باللي اللقطة تصورت في عام 2004 بكاميرا رقمية قديمة ديال سامسونج. البيانات بينات حتى هي باللي الصورة تدار ليها غير شوية تعديل بفوتوشوب باش تبان مظلمة وكتخلع، وما فيهاش شي تعديل كبير أو فبركة خيالية. هاد الصورة ظهرت لأول مرة في موقع فورشين في أواخر 2009 في واحد تريد كيهضر على الصور المرعبة، وتما دارت ضجة كبيرة، وكاينين فرضيات كيقولوا باللي هذيك اللقطة تقدر تكون مجرد صورة لشي لوحة فنية مأخوذة من الأعمال الرسام الإسباني الشهير اللي سميتو فرانسيسكو غويا، وبالضبط اللوحة ديالو معروفة بالعجوز الذي يأكل الحساء، حيث كاين تشابه في الملامح، ولكن هذا الشيء كيبقى مجرد تحليل واستنتاج، والأصل الحقيقي لهذه الصورة المرعبة غالبا غيبقى اللغز ديالها مجهول للأبد.